قبل كانت البنية إذا تنخطب تحاول بأسرع وقت تسمن وتطلع خدود، والأمهات من كانوا يوصفون بنية جميلة يقولون وجهها كأنها تركاية، دلالة على الخير والعز. وحتى الفنانات المشهورات مثل ليلى علوي، إلهام شاهين وهواية غيرهم ما كانت فكرة الرشاقة قالقتهم، وهم من جميلات الشاشة. هسه فكرة الدايت والرشاقة صايرة موديل، بحيث البنية تريد تنقطع بدون ما تفكر بصحتها وتروح تسوي عملية حتى بلكي يبين عظام الفك لو عظام الركبة. ما أريد أفضل بين موديل وموديل، بس أنت شكلك وجسمك ما بيهم شيء، ليش تروحين تتورطين بقص معدة وتكميم وتحوير ومنحفات وأنت حلوة بكل الأحوال؟ تريدين تضعفين؟ العبي رياضة، سوي دايت شوية بدل ما تصيرين رشيقة وتصير بيش متعلة، لأن كل تدخل جراحي أو مواد منحفة بآثار جانبية. حبي شكلك مثل ما أنتي، وتأكدي إنه الجمال مو بالعظم الظاهر بجسمك، الجمال بروحك وأخلاقك وتصرفاتك. بلوبيري، المستقبل يصنعه المؤثرون.